السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب أم مالك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. شرفنا ومنورنا دايما بوجودكم معانا في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر. أهلا بكم عندي في القناة. يا رب كده تنال إعجابكم وإن شاء الله تكملوا الفيديو للآخر. بداية كده النهاردة إيه ما ننساش الأول نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. بداية كده بقى النهاردة أنا قلت والله ما هصرف أي فلوس خالص، وهقضيها أي أكل من البيت. تمام. فإيه قلت خلاص أنا هخش أدور في التلاجة وأدور في الفريزر كده وأشوف إيه اللي موجود عندي، هطلعه وهيطلع أكلة معايا إيه لقيت عندي طبعا بتنجان أسمر كنت جايباه، ولقيت طبعا الفول كنا مدمسينه مع بعض، والفيديو اللي نازل قبل ده على طول هو تدميس الفول. وطلعت فلفل وقلت خلاص انا هعمل طبق مسقعة، وهعمل ايه شوية فول، واشوف ايه تاني في التلاجة. وطبعا قطعت خيار، وهنشوف مع بعض كل حاجة بالتفصيل. المهم ان انتي والله العظيم لو قررتي ان انتي ما تصرفيش، ودخلتي دورتي عندك في التلاجة، دورتي في الفريزر، دورتي في اي حاجة، هتطلعي احلى اكل. طبعا بقى بدأت اجهز للمسقعة، كنت قليت البتنجان وقليت الفلفل، وطلعت جبت راس توم كمان بقشرها علشان المسقعة. هعملها بالخل والثوم بقى والطماطم كده، تبقى ايه أكلة جميلة. وعايزة اقول لكم ان الاكل ده احنا كنا صاحيين في اليوم ده متأخر، فيعتبر فطارنا كان اللي هو الغدا، فاللي اتبقى منه كمان اتعشينا بيه. يعني يعتبر انا ما صرفتش فلوس خالص، لا في الفطار ولا في الغدا ولا في العشاء. بصوا التوم باظ مني ازاي بقى، لان انا ما كنت بخزنه كنت بجيبه يعني متربط كده، وبحطه في حتة ظل، وبخلي راس التوم هي اللي لتحت. طبعا يعني اتفك مني الرباط اتفك، فانا قلت خلاص هسيبه محطوط في الصندوق اللي هو محطوط فيه زي ما هو كده. فده اللي حصل له يعني. بس فبدأت بقى طبعا التوم بقشره اهوت. وكمان الهون نفسه بتاع التوم كنت عامله فيه دقه بتنجان وسمك، فقلت خلاص هخليه وعادي هصرف نفسي، مع اني عندي هون جديد بس ما افتكرتوش الا وانا بسجل دلوقتي كده. بس عادي يعني الجيش قال اتصرف، ما فيش حاجه، هنمشي نفسنا ودقنا التوم برضو عادي بالكيسه برضو وهندق، مش هنقف يعني. ما الست الشاطره هي اللي تمشي نفسها باي حاجه موجوده قدامها. ما تقفش بقى تقول لا انا ما عنديش هون، طب انا هدق الطماطم ايه، طماطم ايه، هدق التوم ازاي وكده، لا. مشي نفسك كده وشغلي مخك، هتطلع كل حاجة معاكي جميلة والله. حطيت طاسة بقى اهوت وحمرت فيها التوم. وطبعا اول ما التوم تتحمر هطفيها بشوية خل، عشان تبقى مسقعة معايا بالتوم والخل، دي بتبقى طعمها خطير وجميلة جدا. اهو. اوعي التوم يتحرق منك، عشان المسقعة ما تمررش، لازم لون التوم يتحمر كده شوية بس ما يتحرقش. طبعا معايا الخل اهو زي ما قلت لكم، والتومة بدأت تحمر هنزل عليها بالخل اهو، كمان حبة بس كده. وطبعا معايا بقى الطماطم انا ضربها في الكبة، قشرتها وضربتها في الكبة كده. مش عايزاها صلصة، انا عايزاها تبقى كأنها متقطعة كده. كلنا الحمد لله والله بيوتنا ملانة خير بصوا بقول لكم الزيت ده من طرطشة القلية. البوتاجاز ده اتبهدل النهارده ولا بس ما رضيتش اغسله الا بعد ما اخلص. ان شاء الله ان شاء الله بقى روتين المطبخ في اليوم اللي هو بعد اليوم ده هينزل لكم باذن الله. اخدت بقى معلقتين من الطماطم والثوم اللي انا كنت عاملاهم، حطيتهم على الفول عشان ابقى عامله برضو فول بالطماطم والثوم. بس كده هسيب بقى ده مع بعض، وهبدا بقى احط التوابل هنا اتسبكت خلاص. هحط بقى شويه ملح. عايزه اقول لكم ان انا معظم الاوقات اما كنت بعمل مسقعه ابص الاقيني طالعه المسقعه حادقه مني، معرفش ليه، قلت خلاص انا مش هكتر ملح بقى المره دي. ولما جاي احط الاكل لو عايز ملح يبقى هما يحطوا شويه. دي كانت قطعه مرقه دجاج يعني وقعت كبيره فانا شلتها. وادي كده التوابل، طبعا الكمون المسقعه بتحب الكمون، فين الكمون؟ الكمون جه اهو. اهو بقلب كويس بقى، وهبدا انزل بالمصفى اللي انا مطلعه فيها البتنجان، اتصفى من الزيت بتاعه كويس.
وهبدأ أنزل على الطماطم اللي أنا عملتها أهو. أنا مش بحمر البتنجان قوي برضو بتاع المسقعة، بصوا زي ما انتوا شايفينه كده أهو، يا دوبك كده بديله التشويحة التمام وخلاص. عادي بقى، يعني مش كل يوم هيبقى فراخ ولحمة، يعني برضو الواحد بيزهق. حتى لو كل يوم فراخ ولحمة والله يعني هتزهقوا، هتحسوا انه جه فترة كده يعني. مش عارفة انتوا بتقولوها ايه، بس احنا بنقول نفسنا موعت منها، يعني خلاص قفلت مش عايزين منها تاني. إيه، فبنحتاج الاكل الشعبي ده، تحسي هو بقى اللي بيأكل بقى، مع مثلا شوية جرجير مع شوية خيار مع شوية مخلل. بس انا قلت مش هصرف فلوس النهاردة، فمش ما جبتش حاجة، قطعت بس خيار من التلاجة، ما جبتش جرجير وما جبتش اي حاجة. وفعلا اتحديت نفسي والله ما صرفت اي حاجة، غير بس عشان ابقى اكون صادقة معاكم، غير ان انا الصبح جبت عيش، يعني بعت ابني بالبطاقة جاب لنا ب3 جنيه عيش وحطيناه في التلاجة. بس هو ده اللي انا صرفته النهاردة، لكن انا ما صرفتش حاجة. طبعا جبت بقى، قلت ايه، مقطع بطاطستين كمان عشان خاطر احمرهم ايه، يبقوا جنب الاكل. وكل ده موجود عندي في البيت، حتى بصوا ما عادش عندي بطاطس كمان، اما انزل السوق ان شاء الله هجيب بطاطس. طبعا حواليا الرخامة مبهدلة والمطبخ مبهدل كله، بس مش مشكلة، انا هنضفه وهروقه. المهم ان انا بس كنت اخلص لهم الغدا الاول، علشان اقف اشتغل وانا مزاجي رايق كده، ما بقاش مستعجلة. اللي يخش يقول لي يا ماما انا جعان، يا ماما اصلا انا ابني برضو الكبير بيروح دورة نحو، الاساتذة في الدرس ربنا يصلح حالهم يا رب، عاملين لهم زي دورات نحو كده. فبرضه كنت عاوزاه ياكل قبل ما ينزل وجوزي ياكل قبل ما ينزل. فاهم حاجه عندي كنت اخلص الاكل. انا في الفيديو بتاع الروتين بتاع المطبخ هتشوفوا شكل المطبخ متبهدل. بصوا بقى، بقول لكم السكينه، شايفين وانا بقشر التوم في اول الفيديو كانت السكينه سليمه، انا لسه شارياها جديده مش قديمه. بصوا بدأت تطلع بقى اللي هو الطبقه اللي بتبقى مطليه بيها من بره دي اهو. وهقشر بقى البطاطس كلها وهخرطها. والله بقول لك دعبسي كده في التلاجة في التربو بتاعك، اي حاجة هتلاقي حاجات كتيرة، وهتلاقي والله خير ربنا موجود سبحان الله. ربنا جعل دايما بيوت المسلمين عمار، الحمد لله رب العالمين. بس فطلعي انت برضو بحبك لبيتك ولولادك وان انت عاوزة تعملي لهم اكل كويس. ايه، هتطلعي حاجات كتيرة حلوة وهتعملي والله. بس قطعنا البطاطس زي ما انتوا شايفين بقى كده، والطاسة على فكرة طقم الطاسات انا كنت شارياه جديد، قلت هعمل الاكل كله النهارده في الطاسات، في ال3 طاسات طلعتهم استعملتهم مره واحده. إيه الحمد لله طبعا، إيه يعني الحمد لله، الحمد لله على نعمه الستر، الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها. رحت بقى هنا للبوتاجاز، طبعا خلاص شايفين البوتاجاز شكله إيه. عايزه اقول لكم البوتاجاز بتاعي كان بيلمع والله، لو شفتوه في الفيديوهات اللي قبل كده الاستانلس ده، بس مالك ربنا يهديه ويحميه يا رب، كبلي عليه فلاش خلى لونه بقى عامل كده. المهم طبعا اهو زي ما انتوا شايفين المسقعه خلاص بقى بدأت تستوي، هي بقت زي الفل. والفول علقت عليه علشان يسخن، عشان خلاص هحمر البطاطس وهبدأ احط الاكل، عشان بقى كل واحد اللي رايح في مشواره او رايح مصلحته يتكل على الله ينزل يروح. اهوت الفول طبعا هقلبه بقى، هحط له برضو، حطيت له شويه ملح وشويه كمون وخلاص. والطاسه بتاعت البطاطس هحط لها بقى الزيت عشان احمرهم اهو. طبعا اول ما الزيت يقدح هنحط البطاطس، ما ينفعش نحط البطاطس والزيت بارد. وان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله إيه هنزل معاكم المطبخ ان شاء الله عشان انضفه تنظيفة العيد الكبير بقى ان شاء الله باذن الله، لاني هعمل فيه بعض التغييرات فان شاء الله هيبقى كويس يعني، يا رب يعجب. هنا طبعا كنت مستنيه بقى الزيت ان هو يسخن، وهو زي قدامكم اهوت زي ما انتم شايفين، هو بدأ يسخن اهو، بس هيقدح بس شويه كمان وهقوم جايه نازله بالبطاطس. حطيت بقى شويه ملح على البطاطس كده علشان خاطر ما ملحهاش بعد ما اطلعها. في ناس عادي بتحط الملح بعد ما تطلع، في ناس بتنقعها في ميه بملح، في ناس بترش ملح زي ما انا برشيت كده، وتقلبهم تقلبتين حلوين وتقوم جايه حطها في ايه في الطاسه بتاعه البطاطس. إيه الطريقه دي احسن، لان الملح يعني بيخش في كل جزء فيها كده. بس كده وحطيناها بقى، هسيبها تتقلي مع نفسها.
وفي الوقت ده انا قلت خلاص هشطب الحوض عشان خاطر ما يبقاش ايه الشغل عليا كتير. يعني انا الوقت على ما البطاطس تتحمر برضو ما كانش عندي مواعين كتير في الحوض غير اللي طالعه من المكان وانا واقفه بطبخ. هشطبهم وهنشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. بس ما لو وصلتوا لهنا من الفيديو بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه. وادي الاكله اللي ما اتصرفش عليها ولا جنيه، ولا جنيه صرفته عليها من بره. شوية فول حلوين كده بالزيت وشوية بطاطس عليهم كمون. وادي طبق المسقعة الجميل اللي من بيت كل حاجة ما تصرفش. بقول لكم جنيه من بقى جنيه عليه من بره. إيه، يا رب الفيديو يكون عجبكم وسلام عليكم.